في ليلة تحسها هربانة من دوري الأبطال، ظهر النجم الأردني موسى التعمري بأداء ولا أروع قدام أقوى فرق العالم وبطل دوري الأبطال. تابع معايا وهتتفاجئ من اللي عمله أو الدفاعي عشان في الآخر ينجح فريق ريم في خسارة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي. من الصعب إننا نشوف لاعب جناح قدر في الفترة الأخيرة على نونو مينديز لاعب باريس، وده طبعا بعد أدائه القوي قدام أكبر أجنحة العالم زي صلاح ولامين بدوري الأبطال. ولكن اللي حقق الأفضلية عليه كان موسى التعمري، وبالفوز ده اشتعلت نار التصريحات بين مدرب الفريق لويس انريكي وقائد الفريق اللاعب عثمان ديمبلي، واللي خرج هاجم فريقه بعد المباراة ووصفهم بالأنانية مع عدم وجود روح حقيقية للفوز. ورد بعدها انريكي بقوة وقال مفيش حد فوق النادي، والتصريحات دي ملهاش أي قيمة، دي ناتجة عن إحباط اللاعب لعدم فوزه في المباراة. أنا المسؤول عن الفريق مش أي حد تاني. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.